محرز في عهد الناخب السابق غوركيف وخليفته رايفاتس بالسباعيات والسداسيات، جعلت المنتخب الجزائري يتصدر المنتخبات الإفريقية المشاركة في التصفيات من حيث فعالية الهجوم الذي هز شباك منافسيه في 25 مناسبة، أي بمعدل 4 أهداف في كل مباراة، ليتزعم الدولي الجزائري هلال عربي سوداني قائمة هدافي التصفيات ب7 أهداف كاملة، وهي أرقام ترعب المنتخبات الإفريقية التي وجد كبارها صعوبات كبيرة للتأهل إلى الدورة النهائية، على غرار بطل النسخة الفارطة كوديفوار الذي ضمن تأهله في المباراة الأخيرة أمام سيراليون، وفي حال خسارته كان سيتابع لاعبوه كان 2017 عبر شاشات التلفزيون. كما أن خروج نيجيريا أحد كبار القارة زاد الضغط على الجزائر التي أصبحت برفقة غانا والمغرب والكونغو من المرشحين للعب الأدوار الأولى، رغم أن الرجل الأول في الاتحادية محمد روراوا اكتفى في تصريحاته الأخيرة بالتأكيد أن هدف رايفاتس في الغابون هو الوصول إلى المربع الذهبي، مبرزا الظروف الصعبة التي يلعب فيها رفقاء بلح في الميادين الإفريقية، إذ غالبا ما تؤثر في مردودهم وتجعلهم يعجزون عن تجاوز الدور نصف النهائي الذي وصل إليه سعدان وكتيبته في دورة 2010 بأنغولا، وهو أفضل إنجاز منذ تتويج الخضر بكأس إفريقيا مع الشيخ كرمال عام 90. ليبقى أمل الجزائريين كبيرا في تحقيق هذا الجيل الذهبي الذي يلعب مهاجموه في أكبر الأندية الأوروبية حلم رفع التاج القاري، وهو أول رهان للمدرب الحالي رايفاتس الذي يبقى طموحه أكبر من الجماهير الجزائرية ببلوغ مرتبة أفضل مما حققه مع غانا في مونديال جنوب إفريقيا عام 2010 عندما تأهل إلى ربع النهائي، وهو يطمح لتحقيق إنجاز أكبر مما حققه الناخب السابق علي لوزيتش الذي أسال العرق البارد لأبطال العالم في الدور الثاني من مونديال البرازيل، وهو ما أكده الصحفي المختص في الشأن الكروي الإفريقي نايك كافال من قناة BBC في تصريحات له بعد انتهاء تصفية كأس إفريقيا، وهو ما يؤكده المدرب السابق لمالي والسنغال ألان جيراس. Oui, quand on est favori, elle peut être première favori. Je ne me suis pas posé la question encore. Dans les favoris, oui. Quand on a prévoyé par rapport à tous les qualifiés, oui. On fait le point. Et puis le Cameroun qui est en train de se reconstruire, les grandes équipes, il y a toujours le Ghana, toujours solide, mais effectivement sur ce qu'elle a démontré dans la continuité depuis sa Coupe du Monde en 2014, on peut dire que c'est l'un des points d'Algérie et l'un des principaux favoris. Quand vous avez un secteur offensif qui est très performant, fatalement, c'est très à tout, bien sûr, bien sûr. Ils sont favoris, l'un des premiers favoris, bien sûr, oui. Mais il y a toujours... Après, vous savez, le problème, vous savez, ça c'est... On est que sur des appréciations comme ça. Et le stade de ça très bien, c'est après tout ça, c'est le terrain qu'il va falloir le développer sur le terrain. Les compétitions ne se gagnent pas en parlant, elles se gagnent en jouant. طيب منتخب الجزائر كما قلت وصفت بأنه المنتخب الذي يواصل التألق، بما أنه لاعبيه هذه ميزة المنتخب الجزائري منذ مدة هم يلعبون مع بعض، حتى في يوم الآن من أصبح يلعب في نفس النادي سليماني وكذلك رياض محرز أيضا كذلك هم من اللاعبين أصبح عندهم تخصص، أصبح المتخصص في تسديد الكرات الحرة المباشرة، هناك أصبح متخصص في تسديد ركلات الجزاء، وكان أصبح متخصص في اللعب بطريقة إيجابية جدا في وسط الملعب. بالتالي المنتخب الجزائري هو منتخب التخصص داخل المنتخب الواحد، هكذا أنا أرى المنتخب الجزائري. نعم هو منتخب طبعا أكيد من خلال مشواره في التصفيات كان من أول المنتخبات العربية ويمكن منتخبات أفريقيا بشكل عام اللي تأهل. فاز 5 مباريات وتعادل 1. نعم حسم الأمر منذ توقيت مبكر جدا، ولكن خلينا نسترجع النسخة الماضية. المنتخب الجزائري قبل نسخة 2015 كان أيضا برضه متأهل وكان شكله كويس وكان لديه مجموعة كبيرة من اللاعبين بعد الأداء الرائع في مونديال البرازيل 2014، ولكن كان كل التوقعات بتشير أن المنتخب الجزائري سيفوز باللقب. عندما توجه إلى البطولة في غينيا الاستوائية لم يحقق اللقب، بل بالعكس خرج من الدور ربع النهائي بعد أداء غير مقنع على الإطلاق. هذا الأمر هي النقطة اللي ممكن تخوف الجماهير الجزائرية الآن. المنتخب الجزائري بالفعل حاليا بلغة الأرقام والمستويات هو المرشح الأول لحصد اللقب بطولة الأمم الأفريقية القادمة،
ولكن ماذا سيحدث على ارض الملعب؟ على ارض الواقع الوضع مختلف، ربما مع هذا المدرب الجديد اللي هو ملوفان القادم لتدريب المنتخب الجزائري ربما تتغير الصوره بعض الشيء. بالامس على الرغم من سهوله المنتخب المنافس، لكن المنتخب الجزائري ابلى بلاء حسنا وقدم اداء اكثر من رائع، 6 اهداف في المباراه، اعتقد دلاله على التفوق الكبير، العدد الكبير من اللاعبين المحترفين في اوروبا. ولكن ماذا سيكون الوضع في يناير؟ ربما الوضع سيكون مختلف. المنتخب الجزائري هو الوحيد الذي يملك القدره للاجابه على هذا السؤال، متى سيفوز المنتخب الجزائري بالبطوله بعد كل هذه الكوكبه من النجوم واللاعبين الكبار والمحترفين في اشهر الانديه الاوروبيه اللي حتى الان ما زال عطائهم ومردودهم مع المنتخب الجزائري في بطولات الامم الافريقيه اقل كثير مما هو متوقع. طيب المنتخب المغربي هناك جديد في الواقع لأدهش الكثيرين. على المدرب رينار أراح الكثير من اللاعبين الأساسيين في المنتخب، وأشرك الكثير من اللاعبين، حتى 5 لاعبين ممن أشركهم هم بحدود 19 أو 20 عاما. السؤال: هل يتم تجريب اللاعبين الشباب في مباراة رسمية بيان أن المنتخب المغربي كان متأهل سلفا ويمضي عليه ما يمضي على المنتخب الجزائري 5 انتصارات وتعادل 1، وبالتالي كان رينار قبل أول مباراة في تصفية كأس العالم ما زال يجرب لاعبين الشباب للمنتخب؟ ده سؤال مهم جدا، لان المنتخب المغربي مقبل في الشهر القادم على مباراه مهمه امام منتخب الجابون في تصفيات كاس العالم، مباراه اقل ما يقال عنها انها صعبه، وبالتالي لا اعرف لماذا. هل تفكير رينار انه ممكن يجرب تجربته مع المنتخب الزامبي؟ الوضع مختلف تماما. اذا ما فكر بهذه الطريقه اعتقد المنتخب المغربي سيخسر الكثير. فرق كبير جدا بين تدريب المنتخب المغربي وتدريب المنتخب الزامبي، على الرغم من الراتب العالي لهذا المدرب ومعروف فكره التدريبي ومعروف انه واحد من انجح المدربين اللي عملوا في القاره السمراء في السنوات الاخيره، ولكن مع المنتخب المغربي الوضع مختلف. الجماهير المغربيه تطالب ببطوله، لابد من احراز لقب، التاهل لكاس العالم المقبله في روسيا، وبالتالي اذا ما استمر الاداء بالوتيره اللي احنا شاهدناها في مباريات التصفيات وايضا الاعتماد على عدد كبير من اللاعبين الشباب، هذا الامر ربما لا ياتي بنتائج ايجابيه. على المدرب ان يكون هدفه واضح، هل هو يريد ان يبني منتخب للكره المغربيه؟ هذا الامر سيحتاج وقت، وبالتالي ستكون النتيجه ربما خساره الاستحقاقات القادمه. اذا ما نظر رينار الى مستقبل الكره المغربيه، عليه ان يكون تركيزه انه يحقق بطوله او يظهر بشكل جيد في البطوله وايضا في تصفيات كاس العالم. هذا الامر لن ياتي من خلال الاعتماد على اللاعبين الشباب بهذا العدد الكبير مره واحده. المفترض ان هذا الامر يتم بالتدريج. المنتخب المغربي يملك كتيبه كبيره من اللاعبين اصحاب المستويات العاليه، حتى بينشطوا في اكثر من دوري اوروبي معروف، لكن في نفس الوقت ما زال الاداء على ارض الملعب حتى الان اقل ايضا مثل ما قيل عن المنتخب الجزائري في البطولات الرسميه. في التصفيات المنتخب المغربي ما زال اداء اقل. تونس، مصر، المغرب والجزائر يكبر الامل والطموح في ان تكون الكاس الافريقيه المقبله كاسا عربيه. عربية من جديد عن اللقب الأصعب في القارة السمراء. المنتخب التونسي كان آخر المتأهلين بعد تصدره لمجموعته. الفوز الأخير برباعية على ليبيريا أعطى مؤشرات على أن القادم سيكون أفضل في سعي المنتخب التونسي مطلع العام المقبل، وذلك بعد أن تأهلت منتخبات تونس، مصر، المغرب والجزائر. يكبر الأمل والطموح في أن تكون الكأس الأفريقية المقبلة كأسا عربية. عربية من جديد عن اللقب الأصعب في القارة السمراء. المنتخب التونسي كان آخر المتأهلين بعد تصدره لمجموعته. الفوز الأخير برباعية على ليبيريا أعطى مؤشرات على أن القادم سيكون أفضل في سعي المنتخب التونسي لحلم آخر يلامس من خلاله الكأس الأفريقية للمرة الثانية بعد تتويج 2004 التي الأفريقية. الفراعنة انتزعوا تذكرة من الهزيمة طيلة تصفيات. المنتخب المغربي بدوره يجدد الوصل مع المغامرة الإفريقية الحكومة المغربية من انتشار فيروس إيبولا القاتل. وقدم أسود الأطلس أداء لافتا خلال التصفيات بعدما حصد رجال الفرنسي إيرفي رونار مسارا ناجحا دون خسارة. منتخب الجزائر لم يجد صعوبة في تصدر مجموعته أداء ونتيجة بوجود أقوى خط هجوم في التصفيات يقوده سليماني ومحرز. وتأمل الجماهير الجزائرية في وضع حد لسوء الحظ الذي لازم المنتخب خلال الدورات الماضية والوقوف مجددا نتيجة، لكن المهم أن تكون سهلة بوجود حامل اللقب كوت ديفوار وغانا والسنغال دون إغفال أسود الكاميرون.
المنتخب النيجيري حامل لقب النسخة قبل الماضية سيكون أبرز الغائبين عن النهائيات، إضافة إلى منتخبي زامبيا وجنوب إفريقيا. ماهر غريب، أهلا بك ماهر معنا. اهلا بك. ملاحظة شاملة أنه الجزائر والمغرب تأهل بيسر. مصر عادت بعد 3 نسخ غابت فيها الكأس الأفريقي وهي المتخصصة في الواقع في الفوز بهذه البطولة، وتونس انتظرت الجولة الأخيرة لتحقيق الانتصار والتأهل أمام ليبيريا. نعم، يمكن موقف المنتخبات العربيه المتاهله ال4 منتخبات خلال التصفيات بيعبر عن الشكل العام اللي مر بيه كل منتخب. يمكن المنتخب المصري كان عنده الرغبه قويه انه يعود للبطوله من جديد بعد غياب 3 نسخ ماضيه، ورغم صعوبه المجموعه بوجود المنتخب النيجيري المتمرس على هذا النوع من البطولات، لكن على الرغم من ذلك استطاع المنتخب المصري ان يحصد بطاقه التاهل. المنتخب الجزائري كان صاحب اسهل مهمه ربما بين جميع المنتخبات العربيه، ليس لطبيعه المجموعه ولكن للقوه الكبيره والامكانيات العاليه اللي بيتمتع بها لاعبي المنتخب الجزائري. منتخب المغرب صحيح تاهل، ولكن الاداء هناك ملاحظات كثيره حتى في الشارع القاري المغربي، هناك ملاحظات كثيره على الاداء. بالنسبه للمنتخب التونسي قد يكون اخر المتاهلين من المنتخبات العربيه، نعم، ولكن يحقق المهم وهو التاهل، ويبقى الاهم ماذا سيفعل في البطوله. ناخذ واحد. المنتخب مصر، هل بصمه كوبر الان واضحه على المنتخب؟ قياسا بالظروف اللي بتمر بها الكره المصريه بشكل عام، نعم، بصمه هذا المدرب واضحه. التاهل في حد ذاته امر جيد، لا استطيع ان ابالغ واقول ان هو انجاز. لا، منتخب مصر صاحب 7 نسخ على مستوى القاب على مستوى هذه البطوله، يفترض ان هو متمرس على البطولات الافريقيه. صحيح غاب في اخر 3 نسخ، ولكن هذه العوده ربما تعيد الامور الى نصابها الصحيح، ولكن المحق الحقيقي لكوبر ولاعبيه سيكون البطوله في الجابون. اتذكر واحد من لاعبي الفريق المميزين كان سئل هل سيفوز منتخب بلادك بكاس افريقيا، قال إذا لم تشارك مصر سنفوز. هذا يبين بأنه الجانب بأن مصر كانت مسيطرة في الواقع على كأس الأفريقي. هذا واحد من المنتخبات الكبيرة في القارة الأفريقية. طيب، المنتخب التونسي انتظر الجولة الأخيرة وكأنه كان تأهل بصعوبة، وكيف في الواقع انفجر الهجوم برباعية كبيرة أمام المنتخب الليبيري. تأهل المنتخب التونسي للنهائيات. نعم، زي ما قلت التأهل في حد ذاته أمر جيد بالنسبة للمنتخب التونسي، لأن أي نتيجة غير الفوز بالأمس كانت تعني أن المنتخب التونسي خارج البطولة، وده كان هيبقى أمر كارثي على الكرة التونسية. ولكن ما زال حتى الآن ليس هذا هو المنتخب التونسي اللي أكيد الجماهير بتتطلع لمشاهدته، وأنه يكون فريق بطل للقارة السمراء. المستوى الذي قدمه للتصفيات حقيقة لا يساعد أن يكون بطلا. يجب أن احنا نفرق بين حاجتين مهمتين جدا، المستوى في التصفيات شيء، والبطولة هي المحك الحقيقي للمنتخبات العربية من قارة أفريقيا، لأن فرق كبير جدا ما بين مستوى التصفيات، منتخبات ضعيفة جدا في أغلب المجموعات، غير البطولة 16 منتخب، أعتقد الربع منهم نسبة 25% من المنتخبات العربية. القرعة اللي ستجرى في الشهر المقبل ربما تحدد إلى حد ما الملامح اللي ممكن تكون عليها النهائيات، لكن المنتخب التونسي ما زال مطالب مع مدربه أكيد كاسبرزات مطالب بالمزيد من جانب لاعبيه حتى يكون المنتخب التونسي قادر على الفوز بالبطولة اللي الجماهير التونسية كده بمفردهم أو على اللاعبين المحليين يمضي عليه ما يمضي على المنتخب المصري. نعم، لابد من وجود هذه التوليفة، لأن هذا الأمر مع كثرة عدد اللاعبين حتى المحترفين في أوروبا لا يمكن الاعتماد عليهم بمفردهم. عندما تقام البطولة في شهر يناير المقبل أعتقد هيكون أمر صعب، ربما بعض الأندية تتمسك بلاعبيها، ربما يكون تركيز اللاعبين حتى اللي سيأتوا اللعب مع المنتخب سيكون تركيزتهم مع أنديتهم، باعتبار أن عالم الاحتراف بيبقى اللاعب تركيزه مع ناديه وسعره في السوق الاحتراف الأوروبي، ده اللي بيخليه دايما عنده تركيز كبير مع ناديه، وبالتالي لما يأتي مع المنتخب ربما لا يقدم المستوى المردود، وبالتالي لابد من وجود البدائل لدى الأجهزة الفنية. الاعتماد على عدد من اللاعبين المحليين بيبقى أمر إيجابي بيساعد المدرب أن يكون دايما لديه الصف الثاني اللي ممكن يعتمد عليه في أي وقت يحتاج لعدد آخر من اللاعبين.